الحاج محمد ده فيروس في عالم افكار الناس اللي بتدير. من احد الصفات اللي الواحد بيشوفها يعني في دكانه الحاج محمد ان هو بيقع بين مشكلتين، يا شغال باي اكشن يا شغال باي بلان. يعني ايه باي اكشن باي بلان؟ باي اكشن يعني شغال بالموقف، شغال طفايه حرايق، هو ما عندوش رؤيه لبكره، هو ما عندوش رؤيه للاسبوع الجاي، هو مطحون شغل. لكن هو من قبل ما الشهر يبدا ما رسمش الاهداف بتاعته ولا السكادول بتاعه ولا انا المفروض اعمل ايه وما اعملش ايه وايه اللي حققته وايه اللي ما حققتوش على اي مستوى، اداري، تسويق، مبيعات، تكلفه، انتاج، تصنيع. هو ما فيش، لكن هو شغال باي اكشن. لما يحصل حاجه انا هبقى رد فعل. لكن باي بلان هو راجل مخطط وعارف من الاول هو هيشتغل ازاي. طبعا في متغيرات، يعني محدش يقول لي مفيش تغيرات، السوق كل يوم بشكل، بس انا عامل حسابي ان في فريم انا بدور حواليه. انا عندي تارجت انا ببيع بيه، انا عندي تكلفه انا ببيع بيه، انا عندي ميتنج بعمله مع الموظفين بتوعي كل شويه، انا عندي ميتنج بنقط معينه ومذاكر عيوب عمرو وعارف نقط قوته ونقط ضعفه وبشتغل عليها. لكن انا واحد شغال كده وخلاص، وكل يوم الصبح اللي بلاقيه في وشي بعمله، ده اسمه باي اكشن. لكن لو انا شغال باي بلان، انا راجل معايا ورقه وقلم وبمشي ببروسيس وبحاول يعني عمليات بقيس بيها انا كنت فين ووصلت لفين وعايز اوصل لايه وهنجح ولا ما نجحتش وغلطت في ايه وهصلحه. فده الفرق بين اللي شغال باي بلان وده الفرق بين اللي شغال باي اكشن.